السلام عليكم. فيديو النهاردة هو جولة كاملة بالتفصيل داخل دار القوات الجوية بنادي النسور بشيراتون. تعالوا نشوف المكان بالتفصيل بالأسعار. مكان كبير جدا، مصوراه كله بتفاصيله. تعالوا شوفوا معايا الفيديو. وده شكل البسين. الجزء اللي في النص دوت للأطفال وباقي البسين للكبار. وزي ما انتم شايفين كده في أفراد زي منقذ كده أمن قاعدين حوالين البسين في كل جنب من جوانب البسين، عشان لا قدر الله لو حصل أي حاجة للمدني أيام منتصف الأسبوع ب120 جنيه. وفي حوالين البسين. إيجار الشاليه 1200 أيام الأجازات، و1000 جنيه أيام منتصف الأسبوع. وطبعا لو انت تبع القوات المسلحة تدفع 550 جنيه، ولو انت عضو في الدار تدفع 350 جنيه برضو في منتصف الأسبوع. الحاجة المميزة جدا في النادي ومش موجودة تقريبا في معظم نوادي القاهرة، ان الوقت بتاع النادي هيبدأ من 10 الصبح ل6 المغرب، ودوت وقت كبير جدا بالنسبة للنوادي. الحاجات اللي غير مسموح بيها خالص هو عدم دخول المأكولات والمشروبات داخل الدار، وبيتم التفتيش على باب الدار من الباب الخارجي خالص اللي تبدأ تدخل بيه النادي ذات نفسه. بيتم مأكولات مشروبات حتى ازازة المية ممنوع دخولها. بس كده حبيت اوصل لكم المعلومه ديت عشان دي معلومه مهمه جدا، عشان ما تضطريش تاخدي حاجات كتير معاكي وتضطري في الاخر عند الدخول البوابه من بره خالص هتسلميها، بس هتاخديها وانت ماشيه عادي جدا. وانت مروحه لو في سندوتشات واخداها او اكل واخداه او بسكويتات شيبسيهات عصاير بيبسي ازازه الميه حتى كمان هياخدوها منك على البوابه، وانت خارجه هتاخديها اكيد. دي من الحاجات الرخمة جدا ان حتى دخول المية مش مسموح بيه. فدي يا ريت تتغير، بس دي موجودة بمعظم النوادي في القاهرة. معرفش بقية النوادي خارج القاهرة عاملة ازاي. زي ما انتم شايفين الحيوانات المجسمة ديت ممكن تدخلي تتصوري فيها عادي. وتصوري المكان مسموح بالتصوير فيه. مكان فيه حاجات كتير جدا غير كمان اللي انتوا شايفينه في الفيديو. انا صورت على قد ما اقدر المكان، في حاجات كتير جوه المكان ما اتصورتش رغم ان الفيديو كبير ومصوره كل التفاصيل اللي انتوا شايفينها ديت، لكن في جوه التفاصيل وجوه المكان اماكن تانية كتير مصورتهاش ملحقتش اصورها من كتر ما المكان كبير قوي. بس على قد
احنا كده قربنا نوصل، صح؟